السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكة التايجر بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية وكمان بحجم عائلي. مقاديرها سهلة وبسيطة جدًا وكمان هتطلع معاكِ هشة مرتفعة، وكل ده هيكون في الخلاط. يالّا بينا نشوف الطريقة على طول، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. يالّا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. أنا هاعملها النهارده معاكم في الخلاط. عايزة أقول لِك كمان إنِّك تقدري تعمليها بالمضرب اليدوي، بس هياخد منِّك وقت ومجهود شوية. أول حاجة معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، 3 بيضات حجمهم كبير، لو حجمهم صغير يُفضّل إنِّك تحطّي 4، عليهم كوباية وربع من السكر، ويُفضّل السكر يكون الأبيض الناعم شوية عشان يختلط معاكِ بسرعة. طبعًا ما ننساش الفانيليا، حطيت معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، لو أنتِ عندِك فانيليا باودر هتحطّي 3 أكياس من الفانيليا الباودر. هابدأ أضرب الخليط ده كويس جدًا لحد ما السكر يدوب معايا وكمان يفتح لونه. وكمان هاضيف معلقة كبيرة من الخل، الخل هيفرق جدًا معايا في هشاشة الكيك. هاضربهم كويس جدًا مع بعض زي ما أنتم شايفين كده الخليط بقى لونه فاتح. بعد كده هاضيف كوباية إلا ربع من الزيت، ويفضل يكون زيت نوع نضيف، أي نوع زيت نباتي عندِك. بعد كده هاضربه كويس جدًا مع الخليط. بعد كده هابدأ أضيف كوباية من اللبن، ويفضل اللبن يكون دافي بيفرق جدًا معايا في هشاشة الكيك. بعد كده هابدأ أضرب الخليط مع بعضه كويس جدًا، وكده معايا الخليط السائل جاهز. تعالوا بينا بقى نحضّر المواد الجافة، عبارة عن كوبايتين ونُص من الدقيق، طبعًا أنا نخلتهم مرّة قبل كده. عليهم باكو كامل من البيكنج باودر أو كيك شيف، عليهم طبعًا رشة ملح، ونقلب المواد الجافة كويس جدًا. عايزة أقول لِك إن هو مَج واحد اللي بيتعري بيه كل المكونات، يعني أنا هنا معايا مَج الشاي العادي. بعد كده هابدأ أضيف الخليط السائل في طبق، وهابدأ أضيف عليه طبعًا المواد الجافة. هابدأ أنزل بخليط المواد الجافة على مراحل زي ما أنتم شايفين معايا كده، وأقلِّب بالراحة في اتجاه واحد. أنا مش عاوزة أزوِّد في التقليب أوي. أول ما تختلط المواد الجافة مع المواد السايلة، على طول هاوقّف تقليب ويكون هنا خليط الكيك معايا جاهز. زي ما أنتم هتشوفوا كده أقلِّبه بالراحة لحد ما توصلوا للقوام ده، لا قوام خفيف ولا قوام تقيل، هو ده القوام المضبوط، بيكون قوام متوسط. بعد كده بقى هابدأ أحُط معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، يُفضّل طبعًا نوع حلو عشان يدّيكِ طعم حلو، عليهم معلقتين كبار من اللبن، وهاخلطهم مع بعض كويس زي ما أنتم شايفين كده. وهابدأ أضيف عليهم نُص خليط الكيك اللي أنا عملته، أقلِّب كويس لحد ما يختلطوا ببعض. وطبعًا لو حسيت إن قوام الكيك لسه معايا تقيل، هابدأ أزوِّد برضه معلقة، معلقتين من اللبن لحد ما يضبط ويبقى معايا زي قوام الكيك بتاع الفانيليا. وكده معايا نُصّين من الكيك، نُص فانيليا ونُص شوكولاتة. بعد كده هابدأ أصُبّهم في أي حاجة بس تسهِّل عليّا اللي أنا أصُب طبقات الكيك بكل سهولة. أكرر نفس الخطوة في خليط الكيك بالشوكولاتة. بعد كده معايا صينية مقاس 28 دهناها زيت ومبطناها بدقيق كويس جدًا. وهابدأ أصُب خليط الكيك بالتبادل، يعني مرّة أعمل بالفانيليا ومرّة بالشوكولاتة، عشان في الآخر نوصل لشكل التايجر في الآخر. وعايزة أقول لِك لو حابة ارتفاع الكيكة يكون أعلى، يبقى هتخلّي مقاس الصينية أصغر شوية، يعني يكون مقاس 26. كل ما الصينية صغرت كل ما كان ارتفاع الكيكة هيكون أعلى معاكِ. بعد كده زي ما أنتم شايفين كده باصُب بالتبادل لحد ما أخلّص كمية الكيك معايا، زي ما أنتم شايفين كده. وطبعًا باكون مسخّنة الفرن من قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. الكيكة معايا بتاخد حوالي 30، 40 دقيقة بالكتير. وزي ما أنتم شايفين كده أنا هاعمل شكل بس جمالي كده في الآخر، باعمل خطين قصاد بعض من كل اتجاه، وبعد كده باسحب بالعصاية عكس الاتجاه اللي أنا عملته، بيدّيكِ شكل الوردة في الآخر. وطبعًا الصورة شارحة أكتر من إن أنا أتكلم. بعد كده هادخّلها الفرن لحد ما تستوي. وزي ما أنتم شايفين كده هنا خلاص كانت استوت معايا، هاسيبها تبرد خالص، مش هاجي جنبها طول ما هي لسه سخنة عشان بس ما تتكسرش مني. بعد كده طلّعتها من الصينية بكل سهولة، وهابدأ أقطّعها معاكم. بجد من أحلى وأسهل الكيكات اللي ممكن تعملوها، والشكل كمان في الآخر بيكون حلو جدًا. وكمان أنا عاملاها النهارده بطريقة أمهاتنا زمان، كان برضه بيعملوا لنا الصينية الكبيرة كده وبنفس المقادير. ما حبيتش المرة دي أضيف نشا أو أي مكونات تانية، أنا حبيت أعملها بالطريقة القديمة بتاعتنا زمان. كيكة بجد في منتهى الجمال وطبقاتها جميلة جدًا وشكلها بيكون شيك جدًا في التقديم. وبمقادير سهلة جدًا واقتصادية وكمان خطوات بسيطة، قدرنا نعمل كيكة بالشكل ده وكمان بالحجم العائلي. بجد كيكة هشة جدًا وطرية وطعمها في منتهى الجمال، وكمان لو عندِك أطفال هيكونوا حابين أوي الشكل ده. كمان ممكن تضيفي عليها صوص شوكولاتة من فوق، بجد هيديها طعم أحلى كمان. وزي ما أنتم شايفين كده قد إيه هشة معايا وطرية جدًا، باحسها كيكة إسفنجية من كتر طراوتها زي ما أنتم شايفين كده. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم بخير.